الآن تلك أمة قد خلت، وأسلفنا أن الجماعة الإخوان بعد عرض كل أسرارهم، هل بقي هناك من يتعاطف معهم سواء كان رجل أو امرأة؟ حزب سياسي، حسن البنا أمر بقتل الخازندار، وأيضا قاموا استغلوا الثورات حتى في أيام جمال عبد الناصر، حتى أيام حسني مبارك استغلوا الثورات. هم يستغلون أي زعزعة أمنية تحدث في البلد من أجل أن يتحالفوا مع العدو. اتصلوا بأمريكا قالوا إن جعلتمونا نحكم البلاد والعباد لكم، كما أسلفنا من قبل والفيديو شاهد على هذا. حسن البنا كان يتحالف مع ألمانيا ويأخذ الأموال في سبيل تنظيم ماذا؟ الجماعة، ولكي يندد ببريطانيا. الآن الإخوان المسلمون لما دخل صدام حسين الكويت، الإخوان المسلمون الذين اعتدنا عليهم الشهادة والدم وفي سبيل الوطن وفي سبيل، ماذا فعل الإخوان المسلمون وبمن تحالفوا وبمن اتصلوا حينما دخل صدام حسين الكويت بألسنتهم؟ اسمع ماذا قالوا. قدم الريال ان في شركه اسرائيليه قاعد تراقبنا احنا في الكويت. اول شيء شوف، إيه؟ انا اذا محتاج اجهزه اسرائيليه إيه؟ علشان امن الكويت اشتريها واحبهم على راسهم. امن الكويت يفرض اتعامل مع اللي يكون اسرائيليه. إيه طبعا اسرائيليه. لو من وين ما تبي، لو من وين الصهاينه. وين الصهاينه؟ انا بامن بلدي الصهاينه، وش يفيدني المسلم؟ شو يفيدني فيه؟ انا باخذ من اسرائيل عشان احمي نفسي من هذا المسلم العربي. انا على الله ابغى الشوارب. لا قصر وسم الحدث. للطيب سلمنا تحسمت حالهم على الباطل حدث. للطيب سلمنا تحسمت حالهم على الباطل حدث. عمران تسرح كدرهم ضمرين يدقون بالحرب. والريقه مقر عسكري واللي يقول لك ما احنا طالعين واوامرك هذه بللها واشرب ماء يلا تصل. ولا كويتي خطيه مسوي روحك بطل. اغلط على الحكام مغلط حاكم لا عودات الرسل عرب كل عن. اغلط على الحكام مغلط حاكم لا عودات الرسل عرب كل عن. كريم وغشمل وسنافي وانطرت الشطه وسعد طشف. كريم وغشمل وسنافي وانطرت. انا اقول للسني اللي يقول شيعة الشيعة تاج راسك، ولا ايش تبي تسوون؟ على شنو؟ على شنو؟ ايران عسى ما واحد تكلم كلمتين. ايران عسى ما واحد تكلم كلمتين. ايران. واحد من الصحفيين اللي كان يطبل حق صدام اوريك انا في الانترنت شنو كاتب، يقول الله يرحمك يا صدام، رحمة الله عليك يا صدام، والله رحمة الله عليك يا صدام، اللي يوم كنت عايش ما كانوا هذول موجودين. تترحم على صدام حسين؟ الله يجمعك وياه بقبر واحد يا الله، حق الليلة يا رب، قبر واحد انت وياه. وين رايح الضايع؟ وين قواتكم يوم جانا الغزو يا جبناء؟ ها؟ وين قواتكم يوم جانا جانا صدام وجيشه؟ وين هالكتل هذه؟ ها؟ ولا حذفت الملابس كلها والرتب بدرام الزباين والحشد، والرتب بدرام الزباين والحشد. عشان نستأذن منهم. من هو العراق العظيم اللي يسمونه هذا؟ العين مو بعين، العين بعيون، والسن بسنون، والنظالم بالنظالم، والعمق بالعمق، والبادي اظلم. اركض اخوي عامر، اركض الخطر الله لا تضل ولا اخوي. ادوس الروس من نمشي وحش بكيفي ومسيطر. الغيمه واني نتشابه تفيض الدنيا من نمطر. تخوف هي من ترعب واحس الكون من نسطر. من حالي اخذني وقيس درست الوفا تدريس. بس باوعني يوم اغتاب ما يلحقني حتى ابليس. واللي يكرهني ابقى تاج راسه. اي ابقى تاج راسه. اي ابقى تاج راسه. الثانية خور عبد الله كويتي. ما حكيت مع صدام في ذلك الوقت وقلت هذا عبد الله. ما حكيت مع صدام في ذلك الوقت وقلت هذا عبد الله
طيب ما تحدثت في ذلك الوقت. الجايني يهدد قل له ولا خلي يشرد اركن اخوي عامر اركن الخطر الله لا تظل ولا اخوي اركن الغيره من تهد كنت انا ما تقعد الجاي بطلابه طاح بعسد غابه يا ويلي يا يابه قل له الراجل ده عبيط جدا، هو عارف انه عبيط والحكومه عارفه انه عبيط. نعرف القصه قلب اترك الغصه من ناخذ الفرصه بالنص. شوفوا والله كل قضية تستاهل قص ألف راس. لما واحد يتذكرها يطلع دخان من خشمه ومن عيونه. والله أولئك السفهاء كانوا يقولون احنا راح نخلي الماجد العراقية تصير ب10 دنانير. هنا صارت دائرتنا. لحظة نستأذن منهم. من هم عشان نستأذن منهم؟ من هو العراق العظيم اللي يسمونه هذا؟ العين مو بعين، العين بعيون، والسن بسنون، والنبالم بالنبالم، والعمق بالعمق، والبادي أظلم. اركن اخوي عامر اركن الخطر الله لا تظل ولا اخوي اركن. اسكت صوت اسكت ولد لكن لي قدر هلك